كلمة الذكرى الأولى لفتح سورية الحبيبة يلقيها على مسامعنا فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الله عز وجل لما من على المؤمنين بالنصر قد ذكرهم بالواقع الذي كانوا فيه سلفا قبل النصر. أي نعم والله، كان يتخطفنا الناس. كنا نصلي صلاة الفجر في جوامع دمشق ونتلفت من حولنا: هل نتخطف اليوم أم غدا؟ ما كان يقول قول الحق يتخطف من خلفه: هل ينام في بيته الليلة أم غدا؟ إننا اليوم أما وقد نصرنا الله عز وجل، فإن الله قد أتبع ذلك بقوله لعلكم تشكرون. وإن شكر الله عز وجل بعد النصر لهو أعظم غنيمة وادخار لحفظ هذا النصر والنعمة التي منها الله عز وجل على الأمة. أيها السوريون، إنكم اليوم في فرح عظيم. نتذكر في هذه اللحظات معا اللحظات الأولى للسقوط الطاغية والنظام السابق وأفول حقبة سوداء مرت على سوريا غريبة عن تاريخها وعن مجدها وحضارتها. نستذكر في هذه اللحظات كيف أن حشود الثوار والمقاتلين الأبطال كيف أنهم عنونوا لتاريخ جديد للأمة بأسرها في لحظة دخولهم إلى دمشق منتصرين بفضل الله. يا أهل الشام، إن الله قد أكرمكم كرما عظيما وخصكم خاصية عظيمة. إن الله قد من عليكم ما لم يمن على الأمة الإسلامية منذ 1000 عام. إن الله عز وجل ينتظر منكم الشكر اليوم. واعملوا آل داود شكرا، فصونوا نصر الله بالشكر لله عز وجل والتضرع إليه والعمل الجاد للملمة شمل السوريين وإعادة بناء هذه الدولة من جديد. إننا بعد الله نعتمد عليكم، فأرونا ما أنتم صانعون. سنعيد بناء سوريا بإذن الله، وسنوحدها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بإذن الله. سنعيدها قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة. سنعيد بناءها بطاعة الله عز وجل ونصرة المستضعفين والعدالة بين الناس بإذن الله تعالى. أيها السوريون، أطيعونا ما أطعنا الله فيكم، فوالله لن تقف بوجهنا أي تحد مهما كبر وعظم
سنواجه جميعاً كل التحديات بإذن الله. بعد أن من الله عز وجل علينا بالنصر المبين، وكانت من أولى زياراتنا الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، وأثرنا في ذاك اليوم إلا أن نزور بيت الله الحرام لنشكر الله عز وجل ونعتمر لله عز وجل، فأكرمنا في ذاك الوقت في دخول الكعبة المشرفة، وصلينا في داخلها. وعند عودتنا قد أكرمنا الأمير محمد بن سلمان بهدية قطعة من ستار الكعبة مكتوب عليها: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأثرنا أن تكون هذه القطعة في المسجد الأموي بمسجد بني أمية، لتتحد بذلك الدول وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام. وسنقوم بتدشينها في هذه اللحظات معكم، واخترنا أن تكون اللحظات الأولى للنصر وفي عين الوقت الذي ندشن فيه هذه الهدية الثمينة. ونسأل الله عز وجل أن يحمي هذا البلد وأن يعيننا على خدمته وبنائه، وأن يعيننا على خدمتكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.